يا رب تكونوا بخير. لو لسه ما فرستيش الملوخية تعالي نفرز احلى ملوخية، طريقة تقدري تعمليها بكل سهولة من غير مخرطة من غير كبة. هتعمليها باسهل طريقة وتطلع احلى كمان من بتاعة الشركات، وطعمها حلو جدا وبتفضل للسنة للسنة لونها اخضر وطعمها رائع جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم كتير. اول حاجه معايا الملوخيه، غسلناها حلو جدا، قرطفناها وغسلناها حلو جدا. هنا اول حاجه غسلنا الملوخيه هنا حلو جدا. وكمان هنا معايا ميه بتغلي، ومعايا هنا مصفى هصفي فيها الملوخيه، وهنا معانا ميه ساقعه فيها تلج. كده الطريقة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة، بس بجد الطريقة ناجحة جدا. ممكن صعب للي جرب في المخرطة او الكبة، بس بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم كتير، افضل واحلى من الكبة واحلى من المخرطة. لو بتشتكي كمان من بتبقى صعبة شوية المخرطة وبتاخد وقت، ولازم تنشفي الملوخية حلو جدا علشان ما تبقاش لونها مسود معاكي. لكن دي انت بتغسلي الملوخية حلو، وبنعمل الطريقة والوصفة الرائعة جدا دي. جربوها بجد هتعجبكم كتير، وعلى ضمانتي بتفضل للسنة للسنة لونها اخضر، طعمها رائع واحلى 100 مرة من بتاعة الشركات. بجد التجربة حلوة جدا، جربوها. حوالي معلقة كبيرة من السكر، ومعايا معلقة اقل من، يعني شايفين، ربع معلقة صغيرة، ربع معلقة في المية. مش كل الملوخية، يدوبك بس بتطلع معايا. هنا خلاص هجيب المية الساقعة اللي فيها تلج. هنا يدوبك بس بديها صدمة وبطلعها على طول، مش بسيبها حتى تغلي، يدوبك صدمة كده وعلى طول بطلعها. شايفين اللون تحفة ازاي؟ كده خلاص كده تمام معايا. انا ما بسيبهاش تغلي معايا، انا بس يا دوبك بديها صدمه، ما بسيبهاش تغلي، على طول بطلعها علشان ما تسودش تل، علشان تحتفظ بيه اللون على طول كده. يعني الكميه هتعملي كميه كبيره جدا، انت واقفه مش هتكملي حاجه، وهتعملي كل الكميه الجميله بتاعت الملوخيه. بجد تحفه، جربوها على طول كده. شايفين اللون تحفة على طول. انت واقفة كده بتخلصي الكمية في ثواني وما بتاخدش معاكي وقت خالص. هنا شايفين اللون؟ بجد اللون تحفة تحفة. شايفين ما بتاخدش معاكي ثواني في المية السخنة. شايفة اللون تحفة. ساعة صفيها وحطي مية باردة، اهم شيء المية الباردة. شايفين اللون؟ يعني اللون تحفة. على طول كده انا كده هصفي المية معايا الباردة علشان كده سخنت معايا. الاهم شيء السرعة والمية الساعة، كل ما المية تبرد معاكي على طول تكون عندك مية بديلة، مية ساعة تكون فيها تلج علشان تديك اللون الحلو جدا ده والشكل والجمال بتاعة الملوخية. وهنا كمان عشان تدينا احلى واحلى اضافة بسيطة من الرشة، بسيطة من الكربوناتو. شايفين رشة بسيطة بين صوابعك عشان تديها اللون، يفضل محافظة على اللون اكتر واكتر والخضار بتاعة الملوخية. انا عملتها السنة اللي فاتت، لسه مخلصة بأمانة اخر كيس لسه مخلصاه. لما خلصت الملوخية جبت غيرها، يعني للاش خلصت الملوخية خالص عندي. للاش اهم حاجة تكون حاطة حوالي ربع كوباية من المية، تكون متلجة كده علشان تدينا لون حلو والملوخية تكون باردة. وهنا تعالي نشوف شكل وجمال الملوخية بتاعتنا. شايفين الجمال بتاع الملوخية؟ احلى مليون مرة كات ولا لا؟ شايفين الجمال؟ كله ده في
الخلاط. هنا لسه الكمية مخلصتهاش. تعالي نشوف شكل الملوخية وتقل الملوخية. هنا ادي شكل الملوخية، اللون بجد تحفة. اللون الخضار بتاع الملوخية بجد جميل جدا. جربي الطريقة دي، لو انت مش بتجربيها جربيها بجد هتعجبك كتير. وما بنضربهاش كتير قوي علشان ما تبقاش ناعمة معانا قوي، يعني بتكون ضربها حلو كده. مش ناعم قوي، حسب ما انت عايزة النعومة بتاعة الملوخية. شايفين تقل الملوخية ولا سيلت معانا والباقية عاملة ازاي؟ تعالي بقى نضربها مع بعض في الخلاط. هنا حطينا المية، وهحط رشة بسيطة بين صوابعي من الكربوناتو. هنا بس مش هحط تاني كربوناتو. حاطه معلقه صغيره مليانه على الكميه كلها من السكر، علشان دي الماده الحافظه للملوخيه هي، ورشه الكربوناتو. شكل وجمال الملوخيه بتاعتنا الجميله. شايفين تقل الملوخيه عامل ازاي؟ هنا ليه بنخليها تقيله؟ علشان احنا لسه هنحطها في الشوربه. فهنا عشان تحفظيها سيبيها تبرد خالص، بعد كده كيسيها في الكياس، فرغي منها الهواء تماما. وهنا كمان عملنا الكمية الحلوة دي بتاعتنا كمان. وهنا شوية في الشفشف، قلنا تعالي نعملهم في شفشف الخلاط. تعالي نعملهم كده ونشوف الملوخية تبرد تماما. هنا شايفين التقل بتاعها عامل ازاي؟ كده خلاص كده تمام. شايفين حلوة تماما، مش يعني تحسي ان هم مش ضاربين ملوخية، ضاربين العصيان بتاعة الملوخية، وبتطلع مش حلوة خالص، ولونها كمان غامق ومش حلوة. بجد الطريقة دي تحفة. عجبتني جدا، وعملتها السنة اللي فاتت وقعدت معايا للسنة بتفضل معاكي. يعني انا اول مرة دي بالملوخية الخضرة من اول ما طلعت النهاردة، لما لقيت الملوخية كانت عندي بصراحة مستسهلة الموضوع. كل ما عاوز ملوخية كنت بطلع الكيس على قد الاكلة. كانت بجد تحفة جدا، جربوها بجد تحفة، جربوه. شايفين اللون جميل جدا. يلا بينا تعالي نطبخ كده شوية ملوخية كمان جرداحي من غير ولا لحمة ولا شوربة. يلا بينا خالص. هنا هحط مكعب من المرقة. هنا مكعب من المرقة، حوالي فص من الثوم. ندوب بس كده المرقة. هنا عشان حاطين في الملوخية حاطين سكر، مش هنحط سكر. لو ما حاطينش سكر هنحط رشة السكر في الشوربة بتاعتنا او المية بالمرقة بتاعتنا الجميلة دي. خلاص كده اتأكد ان دابت معايا تماما كده، وريحة التوم طلعت معايا تمام. هنا شايفين التقل بتاعها عامل ازاي؟ هنا هوطي شوية وهقلب تقليبة حلوة كده. هنا خلاص كده فكيت الملوخية ومعايا توم والطشة بتاعة الملوخية. هحطها كده على النار واحدة، وهنطفي على الملوخية بتاعتنا الجميلة دي. شايفين التقل بتاعها ولا سيلت معايا؟ هنا خلاص الملوخية طول ما انتي ماشية على نفس الخطوات بتاعتنا الجميلة هتكون ممتازة ان شاء الله. هنا معايا معلقة كبيرة من الكزبرة، هنزلها على الطشة بتاعتنا كده. خلاص تمام، والطشة بتاعتنا كده تمام كده. هنزل بالطشة. هنا شايفين الملوخية خلاص هنا غلت معايا غلوة، يا دوبك ترفع معايا هطفى عليها على طول. هنزل ب شايفين كده تمام جدا. كده احلى شوية ملوخية عملناهم. تعالي نصب كده مع بعض احلى شوية ملوخية. شايفين اللون؟ يلا بينا نصب احلى شوية ملوخية. تعالي كده نصب طبق الملوخية. انا خليت شوية من الطشة. شايفين؟ الله على الجمال. ايه رأيكم في جمال الملوخية؟ ادي الملوخية اللي احنا عملناها، احنا واقفين كده مع حبة رز بشعرية. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ احلى شوية رز بشعرية مع احلى شوية ملوخية من غير لحوم ولا شوربة. بجد تحفة جدا. شايفين هنا الملوخية عاملة ازاي معانا؟
شايفين الملوخية تحفة، يا رب تكون بجد. شايفين جمال الملوخية ولون الملوخية،